النرجسي اللي ظلمك مش هيفلت، حقك هيرجع لك في الآخر. حقك راجع مهما كان أمد الظلم طويل. وحتى لو شفت اللي ظلمك مكمل ومبسوط ومش مضرور في حاجة، تأكد إن كلمة النصر في النهاية هتكون ليك. اللي فاهم حسابات الدنيا صح هيعرف إن مفيش ظلم بيدوم، هي فترة ربنا بيمهل فيها للظالم وبيعد المظلوم لجبر ونصر يستحقه. وكما قال الرافعي: قضت الحياة أن يكون النصر لمن يتحمل الضربات لا لمن يضربها. سيدنا يوسف بعد ما عاش سنين في ظلم بسبب إخواته اللي رموه البئر، وبعد دخوله السجن لسنين طلع علشان يكون على خزائن الأرض وهم اللي كانوا في حاجة ليه، وهو ربنا اكتبى وكرمه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الفرج ممكن يتأخر، لطف وتدبير من رب العالمين، علشان ربك يريد أن يرزقك بنصر فيه عزة. وإن تأخر قليلاً فسيب ربنا يدبر لك حياتك، وتأكد حقك راجع في الوقت الأنسب لحياتك، ووقت ما يكون الظالم هيدفع فاتورة ظلمه بنفس حجم الخسارة ونفس حجم الوجعة. حقك محفوظ وراجع، واللي معاه ربنا ما يخافش ولا يقلق. سؤالي ليك: هل مرة حسيت إن حقك اتأخر ورجع لك في وقت أنسب مما كنت تتخيل؟ ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة علشان نزود الوعي. صدقني الوعي بداية الحرية.